بالنسبة لموضوع الترجيع طبعًا من المشاكل أو الحاجات اللي الناس بتخاف منها جدًا، جدًا، جدًا بعد عمليات السمنة. يا دكتور أنا قريبي أو أنا جاري أو أنا أعرف حد عمل عملية سمنة وبيرجّع طول الوقت، وأنا خايف وأنا مش حابب إن أنا أكون كده. الحقيقة طبعًا قصة إن يحصل ترجيع مستمر بعد عمليات السمنة ده أحد المضاعفات اللي بتحصل بعد عملية. يعني ده مشكلة في العملية لكنه مش شيء طبيعي. يعني الناس الطبيعية مش المفروض إنهم يرجعوا خالص، مش المفروض إن يبقى في ولا مرة ترجيع بعد عملية غير مثلا مرة أو مرتين داخل المستشفى نتيجة للبنج. فلو حصل ترجيع مستمر طبعا بنحتاج إن احنا نعمل أشعة أو نعمل منظار عشان نشوف شكل المعدة ونشوف إيه سبب الترجيع دون وإزاي إن احنا هنتعامل معاه. لكن نسبة الناس اللي بيحصل لها ترجيع مستمر بعد عملية برضه لا تتعدى 1 أو 2%. الأغلبية مش بترجع خالص بغض النظر عن حجم معدتهم. بيبقى الشخص بياكل نص بيضة لكنه ما بيرجعش، يعني حجم معدته بيبقى صغير جدا لكنه برضه ما بيرجعش، فده التكميم الطبيعي وده التكميم الصح. مفيش حاجة اسمها هنعمل خسية بالترجيع، أصل لو كلت لقمة هرجع، أصل أنا بشرب مية بالمعلقة. ده طبعا كل ده أشكال خاطئة للتكميم وقلة خبرة شديدة من الجراح اللي هو كل حالاته بتكون بالمنظر ده.